شفتوا الرساله الاخويه دي لاخواتنا اللي بيجروا بالموتوسيكلات؟ شوف كده. جماعه، لله لله عشان خاطر ربنا، لاي حد بيعدي الطريق او اي حد ماشي على الطريق بمكنه او بعربيه، عشان خاطر ربنا روحك مش لعبه. احنا ما احناش بنلعب لعبه جاتا لما حضرتك تموت هتتك انت هتنزل تعيش تاني، او لما عربيتك ولا مكانتك تتكسر هتعمل شفره العربيات هينزل لك النهارده جراج تختار منه اللي انت عايزه. يا جماعه انت ماشي على الطريق النهارده كل يوم سامعين عن حوادث، يا اما النهارده الغلط من اللي سايق يا اما الغلط من اللي بيعدي الطريق. ما تمشي يا عم الحاج براحتك، ما في مثلا من زمان بيقول لك امشي براحتك عشان انا خاطر عشان انا مستعجل. انت دلوقتي راجل ماشي على الطريق، ما تمشي يا عم الحاج براحتك، تبقى ماشي وتلاقي واحد جاي طاير في الدنيا من جنبك وانت وهو في الاخر بتبقوا واقفين على المطب عشان خاطر ايه يعني؟ ما تمشي يا عم الحاج براحتك، انت روحك مش امان. انت النهارده لما تنام في السرير النهارده سنه ولا تنام لك شهر ولا تعمل حادثه تقعد من بعدها النهارده ما تعرفش تتحرك عشان خاطر ايه؟ ما تمشي يا عم الحاج براحتك. كل بيعدي طريق في زمان كرتون اسمه عالم سمسم، كان سمسم بيعلم شطه ازاي يعدي الطريق، بص يمين وبص شمال، وعندك قاعده كده في المرور لاي حد بيروح يطلع رخصه بيقول لك احذر خطا الغير، فلا تلقوا بايديكم الى التهلكه، نبكوا ثواب فينا ونبكوا ثواب في نفسكم. ده الواحد بيمشي والله براحته وبيقول ربنا يسترها، والغريب تلاقي عيال نايمه على بطنها على الموتوسيكل وبيجروا بسرعه جنونيه، او عاملين حصان وبيجروا. عايزين ناخد بالنا من ولادنا، ولو جايب لابنك موتوسيكل وعرفت انه بيعمل كده ما تستناش لحد ما الكارثه تحصل، ابعتها له.